السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. هل علينا شهر مبارك، شهر رمضان، شهر الخير، شهر الاحسان. يا رب يكون شهر خير وبركة وسعادة على المسلمين اجمعين، ويدخلوا بالفرح والسرور على كل اسرة من اسر المسلمين. تعالوا مع بعض بقى عشان روايح رمضان هلت، والزبادي بقى والحاجات الجميلة الحلوة هنعملها النهاردة معاكم. هنعمل النهاردة الزبادي البيتي. هنعملها ازاي؟ معايا هنا كيلو لبن، ومعايا كمان كوباية زبادي. كوباية زبادي دي بس اللي انا هستعملها اول مرة. ماشي. جبت شفشق الخلاط بتاعي وكنت غالية اللبن بتاعي ومبرداه. اللبن بخيره، ما حطيتش فيه ولا زودته مية ولا عينت الوش بتاعه ولا اي حاجة. اللبن ده يا حبايب قلبي ده لبن جاموسي. ما تعمليش الزبادي باللبن اللي هو المبستر اللي هو زي اللبن بخير وجهينة والكلام ده كله. مش هيديك النتيجة الحلوة اللي انتوا هتشوفوها معانا دي. النتيجة بتاعتنا ان شاء الله هايلة جدا، وطعم الزبادي بتاعتنا تحفة. ليه؟ علشان معمولة بلبن بخير وجميل جدا. لبن كله خير، لبن الجاموسي. نزلت انا بقى هنا بكوبايه الزبادي. كوبايه الزبادي دي حوالي معلقتين كبار على كيلو اللبن. هضرب دلوقتي كل دون في الخلاط، وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، انا هنا ضربته كويس وجبت الصفايه بتاعتي دي، ومعايا هنا الغلايه. هبدا اصفيه عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه، علشان الزبادي بتاعتي تبقى صافيه وناعمه كده وايه وتبقى جميله. بصوا صفيته، بصوا في حبه تكتلات كده بسيطه. خلاص كده. وجبت بقى معايا ايه الطواجن الفخار الصغيره دي اللي احنا كنا جايبينها مع بعض. بصوا اهي. في الوقت دوت انا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. تمام. هننزل بقى دلوقتي باللبن الزبادي بتاعي فين؟ في الطواجن بالشكل ده. لو عايزه تعملي في كوبايات مفيش مشاكل عادي، اعمليها في كوبايات. انا عامه بعملها في كوبايات وبعملها في الطواجن دي اللي يريحكم. بس بما اننا بقى بنحضر بقى لشهر رمضان وبنحب نعمل كل حاجه جديده، فقلت هعملها معاكم في الطواجن دي. عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين. يا رب شهر خير وسعاده وبركه على كل بيوت المسلمين ان شاء الله. زي ما بقول لكم كده، انا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. هبدا دلوقتي. خلاص هخلص كده. اللبن الزبادي بتاعي وانزل بيه كده في الطواجن بتاعتي، وهطفي النار. مش هشغل النار، لا هطفي النار وهشغل الصاج دوت. قصدي هدخل الصاج دوت في الفرن وهو الفرن مطفي مش شغال. بصوا كمية اللبن بتاعتي، كيلو لبن عمل لي 5 طواجن من دول. الطواجن دي كبيرة على فكرة مش صغيرة. بصوا هتعمل لي طاجن محترم، طاجن زبادي محترم، يعني بقيمة سلطانية كبيرة من اللي احنا بنشتريها من المحلات. السلطانية دلوقتي غالية، عدت 25 جنيه وال20 جنيه. هتجيبي كيلو لبن انتي ب20 جنيه وكوباية زبادي بس ب5 جنيه، وهتعملي 5 طواجن زي دول. لو عملتيهم في كوبايات صغيرة هيديكي 10 كوبايات. صدقوني انا على طول بعملها بالطريقة دي. هدخلها بقى وهسيبها من بالليل لحد تاني يوم بالليل على حسب ما هي ملاقيها إيه مسكت معايا في الطاجن. تعالوا بقى هنا نعمل مع بعض السمنة. هنقدح مع بعض شوية سمنة كده حلوين. السمنة اللي انا ماسكاها في ايدي دي انا اللي عاملاها في البيت. كنت مروبه لبن اعمله جبنه قريش، وخدت الوش بتاعه وعملته سمنه زي كده. جمعتهم وعملتهم زرين سمنه بلدي زي كده. والسمنه التانية دي اللي هي سمنه نورلاند اللي جات لي من اخويا. كنت شايله الحته دي برضو وقلت احط دول على دول، وهقدحهم على دخلة رمضان ان شاء الله. بقول لكم الاتنين دولت انا اللي عاملاهم في البيت. هنقدح بقى السمنة مع بعض. هنعمل النهاردة فيديو جامد قوي. عايز منكم لايك حلو جدا بيفكرنا كده بروايح رمضان اللي هلت علينا. كل سنة وانتم طيبين. وهوطي بقى النار خالص زي ما انتم شايفين. بصوا اهو. وطي النار خالص لحد اما السمنة بتاعتك تسيح لاخر حاجة. وبعد كده خلي النار بتاعتك وسط، ما تخليهاش عالية. بصوا النار بتاعتي هنا وسط مش عالية. مش هعلي النار خالص دلوقتي. بصوا
بتبدأ بقى ان هي تغلي، ولو عليت النار الغليان بتاعها هيفور على البوتاجاز، فاحنا مش عايزين الخطوة دي خالص. فاحنا هنا مخلين النار بتاعتنا متوسطة لحد ما توصل للنتيجة دي. شايفين هي هنا بدأت ان هي تتقدح. طالما عملت كده والوش بتاع اللبن بتاعها بدأ يتحول لمرطة بسيطة كده، يبقى هنا السمنة بتاعتي خلاص بدأت ان هي تبدأ تتقدح. برضو هفضل مخلية النار بتاعتي وسط لحد ما تديني النتيجة دي اهي. بصوا هتوصل للنتيجة دي، وهنا السمنة خلاص بتاعتي اتقدحت، وانا طفيت عليها النار خلاص وسبتها لما تستهدى خالص عشان انزل بيها في البرطمانات بتاعتي. هبدأ بقى انزل بقى في البرطمانات زي ما انتم شايفين كده، هتديني النتيجة الهايلة دي. عايزة اقول لكم طعمها تحفة في منتهى الجمال. بصوا شكل ولون وطعم وحاجة جميلة، حاجة بيتي، حاجة نظيفة. الفيديو النهاردة كان جميل جدا. على فكرة حبايب قلبي الفيديو ده اتعمل على يومين، الزبادي اتعملت في يوم وسبتها عبال ما الزبادي ما خدت وضعها وادتني النتيجة الهايلة دي. كنت انا قدحت السمنة عشان اعمله لكم فيديو كامل. بصوا الزبادي بتاعتي عاملة ازاي اهي، ولا طرية ولا بتتقلب ولا اي حاجة. اعملي نفس طريقتي دي وان شاء الله تديكي نتيجة مرضية وهايلة بنفس النتيجة دي. بصوا طعمها تحفة جدا جدا جدا، طعمها جميل جدا كأني باكل قشطة بالظبط. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. بصوا المورطه بتاعتها. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.